النهاردة هنتكلم عن حكاية لو سمعتها بالليل مش هتعرف تنام. حكاية شاب اسمه يوسف. كل حاجة في حياته كانت ماشية عادي لحد ما حصلت ليلة قلبت وجوده كله. وبسم الله نبتدي. ولو سامع أي صوت حواليك دلوقتي حاول تتجاهله. الفصل الأول. ليلة مش زي أي ليلة. يوسف شاب عنده 30 سنة عايش لوحده في شقة قديمة في قرية هادية في الدقهلية اسمها الدراكسة. الليل كان هادي قوي، من النوع اللي يخوف بسبب هدوءه. يوسف قال لنفسه أفتح الراديو واسمع حاجة لحد ما أنام. فتح الراديو وقعد مستجم على الكنبة، بس فجأة خبط تقطيعة زي صوت حاجة وقعت جوه الشقة. يوسف بص حواليه، مفيش حاجة. قال كعادة أكيد الهواء، وكمل يسمع الراديو. بعد ثواني الصب بتاع الراديو غير القناة لوحده. يوسف اتجمد، إيده قربت من الزرار ورجع القناة اللي كان عليها الدقيقة اللي بعدها. النور قطع مرة واحدة والصب اتطفى والأصوات زادت، كأن الشقة اتملت بنفس حد واقف وراه وبيتنفس بثقل. فجأة تلكس اليرات، صوت حاجة اتكسرت جوه المطبخ. يوسف واقف مكانه قلبه بيخبط في ضلوعه، بس لسه اللي جاي أسوأ. الفصل الثاني، البداية الحقيقية. يوسف دخل المطبخ وهو ماسك موبايله يعمل ضوء. لقى كوباية متكسرة على الأرض، بس الغريب إنها متكسرت بطريقة مش طبيعية، كأن حد دايس عليها برجله جامد. رجع الأوضة وقال لنفسه ده وهم، مفيش حاجة. لكن أول ما قعد سمع صوت خطوات في طرقته، خطوات بطيئة وبتقرب. يوسف وقف مستني يشوف مين، بس الخطوات وقفت عند باب الأوضة وما دخلش حد. يوسف كان بيهمس لنفسه لو حد بيتريق عليا يطلع دلوقتي. صمت تقيل قبل ما يسمع صوت همس جاي من ورا الباب، مش مفهوم، مش لغة أصلا، مجرد همس يهد الحيل زي صوت حد بيتنفس جوه ودنك. يوسف قرب من الباب، حط ودنه والهمس وقف. وبدأ الهمس جه صوت واحد، ضحكة قصيرة ناشفة قريبة قوي. يوسف اتراجع لورا بسرعة، بس الباب بدأ يتهزأ. الفصل الثالث، الكيان اللي بيظهر. يوسف جري ناحية غرفة النوم وقفل الباب، قاعد على السرير فاتح الكشاف والخوف واكل دماغه. الدقيقة اللي بعدها الباب بتاع أوضة النوم حد بيخبط عليه براحة. طق طق طق. يوسف صرخ مين هناك؟ مفيش رد، بس الخبط زاد وبقى أسرع، كأنه حد عايز يدخل بأي شكل. وفجأة الباب وقف خالص. يوسف قرب وحط ودنه على الباب، قال لنفسه يمكن فعلا حد بيهزر. لكن قبل ما يكمل الكلمة من تحت الباب طلع ظل بني آدم، ظل طويل مش طبيعي، واقف متحركش، بس واضح إنه واقف قدام الباب من الناحية التانية. يوسف اتجمد، حس إن الظل اتمدى ناحية رجله، قرب بيزحف لحد ما لمس صباعه. يوسف شد رجله بسرعة وجري على السرير، بس الظل اختفى في ثانية. الفصل الرابع، الجاثوم. ومش زيارة عادية. يوسف قرر ينام، يمكن التعب بيعمل فيه كده، بس أول ما حط دماغه على المخدة نام دقايق قليلة، وبعدين صحى على إحساس مرعب. في حد قاعد على صدره، مش قادر يقوم، مش قادر يصرخ، عينه مفتوحة بس جسمه كله مربوط قدامه. في الضلمة شاف ملامح حاجة قاعدة عليه، جسمها سودة صغيرة قريبة من وشه وعينيها مفتوحة عليه. يوسف حاول يصرخ بس الصوت ما طلعش. الكيان قرب بوشه قوي لحد ما حس بنفسه، ريحه برد ومن لسانه طالع زي بخار. والمصيبة الأكبر، الكيان ابتسم ابتسامة عريضة مش بشرية، وفي ثانية اختفى. يوسف قام يتنفس بقوة وقعد ينهج وهو مش فاهم ايه اللي بيحصله. الفصل الخامس، الحقيقة اللي أخفاها زمان. يوسف افتكر حاجة كان دايما بيتهرب منها. الشقة دي كان ساكن فيها قبل كده راجل كبير ومات فيها لوحده. الناس في الدراكسة كانت بتقول إنه كان بيكلم نفسه وبيقول إن في حد بيقعد على صدره بالليل. يوسف افتكر الكلام ده وحس إن الكيان رجع انتقل له. الفصل السادس، الليلة الأخيرة بعد 3 أيام من الرعب. يوسف قرر يسيب الشقة، لما هدومه وافتح الباب علشان يخرج، بس أول ما فتح لقى نفس الظل اللي شافه تحت الباب واقف في الطرقة مستنيه. الظل اتقدم ناحيته وبيتمدد وبيطول لحد ما بقى طوله قد السقف. يوسف رجع لورا، وقع على الأرض والظل قرب وحط إيده على رقبته. يوسف حاول يقوم، يصرخ، يتنفس، الدنيا كلها اسودت. الفصل السابع، بعد أسبوع الجيران لاحظوا إن يوسف مختفي،
دخلوا الشقة لقوها فاضية، الراديو شغال لوحده، والكوباية اللي اتكسرت لسه في الأرض. لكن يوسف ملهوش أثر. الشرطة قالت هرب، خرج، اختفى. بس اللي دخل الشقة قالوا حاجة تانية. كان في أثر كف صغير سودة مرسومة على السرير فوق مكان صدر يوسف بالظبط. ولحد النهاردة أي حد ينام في الشقة بيقول إنه بيصحى على نفس حد قاعد على صدره.